بصوا النهارده في كام تريكه كده هنتكلم عليها في المطبخ ده. يعني مش هو مطبخ صغير. انا مسافر يوم السبت، النهارده الخميس. التزمنا في الميعاد ودي كانت اهم حاجه عندي. التزمنا كويس بالميعاد وسلمنا في ميعادنا الحمد لله. انا والمدام يعني مبسوطين جدا من الاداء ومن الفينش ومن شكل المطبخ يعني بعد ما خلص، فتسلم ايديكم. Okay, let's go. اهم حاجه مساحه الحركه، تخلي بالك وانت تتحرك في المطبخ ان المطبخ تكون متحرك فيه مرتاح، وقفتك على الحوض مرتاحه. طبعا احنا بنشتغل على الموجود، يعني المطبخ زي ده متشطب سيراميك، فاكيد دي السباكه متشطبه، كل حاجه فيه مترتب مكانها. فلما بنعوز اكبر مساحه تخزين في المطابخ الصغيره زي كده بنجيبها زي 11 شمال ويمين المطبخ، وبنخلي البوتاجاز في النص. هنا عندنا الحوض كان الصرف بتاعه في الكورنر، فاحنا رحلنا الحوض من الكورنر هنا جبناه في الجنب دوت، لانه كان ينفع في مطابخ كتير ما بنعرفش نرحل فيها مكان الحوض. فلما بينفع ان احنا نعدل حاجه ونظبطها بحيث ان هي تتناسب مع المطبخ الجديد اللي هيركب، بنعمل كده فعلا، ما بنتاخرش. وكمان عملنا هنا في البدايه دولاب نيش جنب التلاجة، بحيث ان يبقى عندي منظر جمالي في المطبخ، وكمان ميكروويف فيه، وتحت مساحه تخزين كبيره. دخلت المطبخ مريحه العين، كمان بعد ما يتفرش حط فيه الديكورات فهيختلف تماما. هنا المسافه اللي فوق التلاجة، لان التلاجة دي احتمال كبير تتغير ويجي مقاس اكبر، فلازم نعمل حساب كل حاجه حتى في المستقبل بامر الله. طبعا استغلينا هنا الكورنر شمال البوتاجاز بالكامل بكورنر بثابت، بحيث ان يجيب لي مساحه تخزين كامله. خلاص. وهنا عملنا الترول الزيت بتاعنا، وطبعا لازم نعمل صف دراج، درجين صغيرين. والدرج الكبير ده طبعا انا بفضل دايما اعمل الادراج الكبيره دي علشان بيشيل معايا السمنه، البرطمانات الكبيره، الحاجات الضخمه، فبيبقى مريح جدا في الاستخدام. جينا في الجنب التاني طبعا شمال الحوض عملنا رفين تخزين، وهنا حطينا الانبوبه تحت، وهيبقى فيه الفلتر، وهيبقى فيه باسكت الزباله، في حاجات كتيره تحت الحوض. وهنا عملنا درج صغير برضو للاستخدام اليومي، واتنين باسكت شانون للتربو اللي هو البصل والثوم. وفي الدخول بقى دي اهم نقطه، ان في دخول المطبخ زي ما احنا شايفين احنا جبناه بزاويه، بحيث اللي داخل لو الرخامه دي جت مستقيمه، اللي داخل كل اللي داخل هيتخبط فيها، فلازم بنعملها بكيرف بحيث ان اللي داخل ما يحسش ابدا ان في رخامه راكبه او مطبخ راكب. وبرده استغليناها في مساحه تخزين برفين كبار، ان انا اقدر استغلهم واحافظ في النهايه على الشكل الجمالي بتاع المطبخ. عملنا هنا مطبخيه طبعا فوق الحوض بالشكل القلاب دوت، بحيث ان نعمل الجزء ده علشان اقدر اطول وانا واقف تحت في مكاني، ما يتعبنيش ان انا ما اقدرش اشب كل شويه عشان اجيب الحوض. وطبعا راعينا في تصميم المطبخ الشياكه والتنسيق بتاع الالوان والكلام ده كله. والمطبخ طبعا من خامه الكلادنج، المقابل بتاعته بيلت ان زي ما احنا شايفين. وعملنا بس ضرفتين، كام ضرفه ازاز كده لزوم الديكور في المطبخ. وكمان هو زي ما احنا شايفين المطبخ ده من الجري الفاتح في الاسود، فبصراحه المطبخ طلع برغم بساطته طلع شيك جدا وطلع جميل جدا، وانا اتبسطت منه انا نفسي بعد ما خلص. معانا استاذ سامح بقى يقول لنا اخبار المطبخ ايه. مبدئيا تسلم ايدك. انا كان عندي اكتر من حاجه كنت متخوف منها في المطبخ. اول حاجه انا مسافر يوم السبت، النهارده الخميس. التزمنا في الميعاد ودي كانت اهم حاجه عندي. التزمنا كويس بالميعاد وسلمنا في ميعادنا الحمد لله. الفنيات الصغيره ديت انا كنت قلقان منها ان يكون باشمهندس سلامه مش موجود، لكن هو اصر ان هو يكون موجود وحضر فعلا، وجه يظبط الحاجات البسيطه دي بنفسه. وعموما انا والمدام يعني مبسوطين جدا من الاداء ومن الفينش ومن شكل المطبخ يعني بعد ما خلص، فتسلم ايديكم. حبيبي شكرا جدا. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.